تخيل إنك واقف في صالة مطار دولي. الكاميرات متسلطة على كل زاوية. آلاف من المسافرين بيتحركوا حواليه، وصوت النداءات على الرحلات ما بتقفش. والمفروض إن دي لحظة عادية جدا، لحظة بتستعد فيها علشان تركب طيارتك، ترجع لحياتك الطبيعية، لبيتك ولأهلك. ولكن فجأة، بدون أي مقدمات منطقية، الرعب بيسيطر على ملامحك. بتسيب شنطة سفرك على الأرض، بتسيب موبايلك وحتى باسبورك اللي هو هويتك وتذكرتك الوحيدة للنجاة. بتسيبه وتطلع تجري، بتجري بأقصى سرعة يمتلكها إنسان، كأن الموت نفسه بيطاردك وبيتنفس في قفاك. تخرج بره بوابات المطار، تتجاهل العربيات، وتنط فوق سور عالي مليان أسلاك شيكة، وتنط الناحية التانية جوه حقل واسع ممتد من عباد الشمس. وفجأة تختفي تماما وكأنك اتبخرت في الهواء. والكاميرات وثقت لحظة هروبك دي، لكن مفيش أي كاميرا ولا أي عين بشرية لمحتك تاني من اللحظة دي ولحد يومنا هذا. وده بالظبط اللي حصل مع بطل قصتنا. بطل قصتنا الشاب الألماني لارس ميتانيك. فأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف. أنا أحمد الغنيمي، والنهاردة هنفتح واحد من أكتر ملفات الاختفاء رعبا وغموضا في العصر الحديث، قضية بتعتبر هي أشهر حالة اختفاء على الإنترنت. فأهلا بيكم في لغز اختفاء لارس ميتاري. ويلا بينا نبدأ قصتنا. قصة بتبدأ في صيف 2014، وتحديدا يوم 30 يونيو. لارس ميتاني شاب ألماني هادي وطبيعي جدا، عنده 28 سنة، ملوش أي تاريخ مع المرض النفسي. بيشتغل في محطة توليد طاقة وعلاقته قوية جدا بوالدته ساندرا. لحد ما بيجي يوم لارس بيقرر إن هو ياخد أجازة مع 5 من صحابه ويسافروا المنتجع اسمه جولدن ساندز. والمنتجع كان مكانه في بلغاريا. المكان كان يعتبر مكان مثالي للشباب، بحر وحفلات وصخب ودوشة والكلام اللذيذ يعني. وفعلا الأجازة كانت ماشية بشكل طبيعي جدا وممتع لدرجة كبيرة، لحد ما بتيجي ليلة 6 يوليو. لارس وأصحابه كانوا قاعدين في مطعم، ودخلوا في مشادة كلامية مع مجموعة من المشجعين الألمان حوالين كرة القدم، بحيث إن لارس كان من مشجعي نادي فيردر بريمن، والمجموعة التانية اللي كانوا بيتخانقوا معاه كانوا بيشجعوا بايرن ميونخ. والمشادة سخنت جدا وتطورت لاشتباك، وساعتها لارس ساب صحابه ومشي لوحده. ولما رجع لهم تاني يوم الصبح، قال لهم إن المجموعة التانية وقفوا واستنوه وضربوه، وإن هو حاسس بألم شديد جدا في ودنه. فاقترحوا عليه إن هو لازم يروح لدكتور. وفعلا لارس بيقرر إن هو يروح لدكتور، وساعتها بيكتشف إن طبلة ودنه اتثقبت من قوة الضرب. وهنا الدكتور بيقول الجملة اللي غيرت مسار الأحداث للأبد: ممنوع تماما تركب طيارة في حالتك دي، بحيث إن الضغط الجوي ممكن يدمر سمعك، فلازم تستنى هنا حوالي كام يوم زيادة. وفعلا الدكتور كتب له مضاد حيوي قوي جدا اسمه سيفوركزايم، علشان يمنع أي تلوث إن هو يدخل لطبلة ودانه، وقال له إن هو محتاج راحة، إن هو يريح شوية. طبعا هو سمع كلام الدكتور، ولكن على الناحية التانية أصحابه كان لازم يرجعوا ألمانيا لأن أجازتهم كانت خلصت، وعرضوا عليه إن هم يفضلوا معاه. ولكن لارس بطبيعته هو شاب معتمد على نفسه، رفض، وقال لهم يسافروا وإن هو هيبقى كويس وهيلحقهم بعد ما يطمن على نفسه. وهنا لارس بقى لوحده تماما في بلغاريا. ومن اللحظة دي العقل البشري بدأ يلعب أسوأ ألعابه. لارس بمجرد ما أصحابه سافروا، لارس ساب المنتجع السياحي الفاخر، راح أجر أوضة في فندق رخيص وقريب من مطار فارنا. واسم الفندق كان فندق كولور. الفندق كان في منطقة مشبوهة نوعا ما. وفي الليلة دي الكابوس الحقيقي بدأ ياخد شكله. وبيبدأ كابوسنا لما لارس بيكلم والدته في ألمانيا، ونبرة صوته ما كانتش نبرة ابنها اللي تعرفه، كانت واحد بيتكلم بهمس شديد وصوته بيرتجف من الرعب. والله يا ماما، أنا خايف، في ناس بتطاردني، عايزين يقتلوني أو يسرقوني، الغي كل بطاقاتي الائتمانية فورا. طبعا أنا عاوزك تتخيل معايا إحساس أم قاعدة في بلد تانية، سامعة ابنها بيموت من الرعب ومش قادرة تعمل له أي حاجة. الأمر ممكن يوصل أي بني آدم لدرجة من الرعب النفسي، لو يا ترى ابني هيحصل فيه إيه. وعلى الناحية التانية لارس ما بقاش ينام، فضل يبعت رسائل غريبة لوالدته، بيسألها عن المضاد الحيوي اللي بياخده، وبيقول لها إن الفندق ده أكيد فيه حاجة غلط. ولكن المشكلة إن لما راجعوا كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة في الفندق وثقت سلوك مرعب جدا للارس في الليلة دي، بحيث إن هو كان بيطلع وينزل في الأسانسير من غير أي هدف. كان بيستخبى في الكورنر بتاع الأسانسير، وكان بيبص من الشبابيك كأنه بيراقب قتلة مستنينه بره. وفي نص الليل خرج من الفندق ومشي في الشوارع الضلمة، ورجع تاني يوم الصبح وهو في حالة بارانويا أو جنون ارتياب كاملة حرفيا. طبعا الأمر كان غريب لأصحاب الفندق، ولكن محدش هيركز معاه، محدش هيعرف هو مين ده أساسا. ده مجرد نزيل في الأول وفي الآخر. طبعا الكلام دوت لحد ما بيجي تاني يوم، يوم 8 يوليو 2014، يوم الاختفاء. لارس راح لمطار فارنا، المطار اللي جنبهم. كلم والدته وقال لها إن هو خلاص وصل المطار، وإن هو هيروح لدكتور المطار عشان يكشف عليه ويديله التصريح إنه يركب الطائرة. والأم على الناحية التانية خدت نفس عميق وارتاحت، وخلاص الكابوس ده هينتهي، وابني هيرجع لحضني وهكون مطمنة. وفعلا لارس دخل عيادة الدكتور بتاع المطار، الدكتور كوستا كوستوف. وعلى حسب الكلام اللي اتقال في تحقيقات الشرطة بعد كده، الدكتور كان بيقول إن لارس دخل عليه العيادة وهو في حالة انهيار عصبي تقريبا. كان متوتر جدا، وعينيه بتتحرك في كل مكان في الأوضة. كان بيرفض يقعد، وكأنه فريسة حاسة إن الصياد بتاعها هيقرب منها. وأثناء ما كان الدكتور بيحاول يهديه ويكشف عليه، حصل شيء بسيط جدا، ولكنه كان الشرارة اللي فجرت الموقف كله. والموقف كان إن باب العيادة بيتفتح، وبيدخل عامل صيانة بسيط شغال في المطار. ومجرد ما العامل ده حط رجله في الأوضة، لارس بيتنفض من مكانه كأنه شاف الموت متجسد قدامه. بدأ يصرخ بهستيريا: أنا مش هكمل هنا، أنا مش عايز أموت هنا، أنا لازم أمشي فورا. وهنا بتحصل اللقطة الأشهر على الإطلاق. لارس بيسيب شنطة هدومه وموبايله وباسبوره، بيخرج يجري من العيادة زي المجنون. كاميرات المطار بتصوره وهو لابس تيشيرت أصفر وبيجري في صالات المطار كأنه بيسابق الزمن. بيخرج من الأبواب الإزاز وبيعدي منطقة انتظار العربيات، وبيوصل للسور الخارجي للمطار، سور ارتفاعه 2.5 متر ومتحوط بأسلاك شيكة. ولارس بينط عليه بكل سهولة وبيتسلقه بخفة وسرعة مستحيلة، وبينط الناحية التانية اللي كانت بداية النهاية الحقيقية. كان على الناحية التانية غابة وحقل ضخم جدا من نبات عباد الشمس اللي كان بيحجب الرؤية. ولارس مجرد ما دخل الحقل دوت، فجأة اتبخر ومحدش عرف أي خبر تاني عنه. وطبعا لحد هنا الأمر غريب جدا وغير مفهوم. وطبعا الشرطة البلغارية اتدخلت في الموضوع، وكمان الشرطة الألمانية. وفعلا فتشوا حقل عباد الشمس دوت والغابة شبر شبر. استعانوا بالكلاب البوليسية والكاميرات الحرارية والدرونز. وعيلة لارس كمان عينت محققين خاصين علشان يحاولوا إن هم يعرفوا أي خبر عن ابنهم اللي اختفى مرة واحدة. وظهروا كمان في كل برامج الجريمة الممكنة، ولكن ما كانش فيه أي خيط واحد، مفيش حتة قماش، مفيش جثة، ومفيش لارس. لارس كأنه فص ملح وداب. طبعا الأمر ده فتح باب تساؤلات رهيبة. إيه اللي حصل في الأيام دي؟ وإزاي إنسان يختفي بالشكل دوت؟ وفعلا المحققين حطوا كذا نظرية للأمر دوت عشان يحاولوا إن هم يفسروا اللغز دوت. وحطوا 3 نظريات أساسية، وكل نظرية كانت فيهم مرعبة أكتر من التانية. يعني أول نظرية مثلا كانت اسمها الذهان المضاد الحيوي، لأن بعض الأطباء النفسيين كانوا بيرجحوا إن لارس كان ضحية تفاعل كيميائي نادر جدا. والتفاعل دوت كان قايم على فكرة المضاد الحيوي اللي هو خده، السيفوروكزاين. المضاد الحيوي اللي كتبه ليه الدكتور لما جاله بالإصابة بتاعت ثقب طبلة ودانه. بحيث إن في حالات نادرة جدا المضاد الحيوي دوت ممكن يعبر حاجز الدم في الدماغ، ويسبب حالة اسمها ذهان المضادات الحيوية. يعني بالبلدي المضاد الحيوي تأثيره وصل لغاية دماغه. وطبعا ذهان المضادات الحيوية دوت بيخلي المريض يعاني من هلاوس سمعية وبصرية، وممكن توصل لجنون وارتياب شديد جدا. وضيف على دوت التوتر وإن هو لوحده في بلد غريب. فعقله كان ببساطة صور له إن العالم كله بيتآمر عشان يقتله، وإن عامل الصيانة اللي دخل العيادة دوت هو سيريال كيلر جاي يخلص عليه. طبعا كانت نظرية تحترم، ولكن كان في نظريات تانية. والنظرية التانية كانت إصابة الرأس الخفية.
النظرية ديّة كانت قايمة على فكرة الخناقة اللي دخل فيها لارس، وكانوا بيقولوا إن من الضرب أكيد مش مجرد ثقب في الطبلة اللي حصل له. كتير كانوا معتقدين إن لارس اتعرض لضربة قوية جدًا على راسه، فسببت له نوع من أنواع الارتجاج أو حتى نزيف داخلي بطيء في المخ، والنزيف دوّة بدأ يضغط على الفص الجبهي المسؤول عن الإدراك واتخاذ القرارات، وده اللي خلّاه يتصرف بالجنون دوّة، لأن عقله كان بيموت بالبطيء وهو مش حاسس، والهروب كان مجرد رد فعل تلقائي، الرد الفعل الغريزي اللي بيكون موجود جوه الإنسان، وطبيعي إن هو يكون رد الفعل الأخير لجسد بيفقد السيطرة على نفسه. وفي الحالة ديّة لارس غالبًا كان مات في الغابة متأثّر من الإصابة ديّة، وجثته أكيد ما اتلقتش لسبب أو لآخر، وده اللي بينقلنا للنظرية التالتة، عصابات المافيا وتجارة الأعضاء. بلغاريا في الوقت دوّة كانت معروفة بنشاط عصابات الجريمة المنظمة، والفندق اللي لارس أجّر فيه زي ما أنا قُلت لك هو كان فندق في منطقة خطرة ومشبوه نوعًا ما. والتحركات الغريبة للارس في نص الليل بره الفندق خلت الناس تفتكر إن هو شاف حاجة ما كانش المفروض يشوفها، صفقة مخدرات مثلا أو جريمة قتل. والعصابة اللي هو أكيد شافها قررت إنها تخلص منه، وفعلا بدأوا يطاردوه. وفي النظرية ديت الرعب اللي كان في عينين لارس وهو بيجري في المطار ما كانش هلاوس، لا ده كان رعب حقيقي، الواحد عارف إن الموت وراه، وإن عامل الصيانة في المطار دوّة ما كانش صُدفة، لأ، كان واحد منهم وبيراقبه، ولمّا هرب للغابة العصابة كانت مستنياه هناك، وخافوا جثته للأبد. طبعًا كل النظريات ديّة نظريات تُحترم، ولكن ما كانش في أي نظرية تقدر إنها تثبت فين جثة لارس أو لارس فين أو إيه الدنيا، إيه الحل، إيه العمل. ولحد اللحظة اللي بتسمعوني فيها دي، صفحة find Lars Mechanic على فيسبوك لسه نشطة، واللي ماسكة الصفحة ديّة هي والدته، وبتنزّل صور ليه، بتنزّل صور بالذكاء الاصطناعي لشكله المتوقع وهو في التلاتينات من عمره اللي هو دلوقتي، ولسه يا عيني متعشمة ومستنية مكالمة تليفون أو خبط على الباب، أي حاجة تطمن قلبها وتقول لها وتفهمها إن ابنها لسه عايش لغاية يومنا هذا. لغز لارس ميتانيك مش مجرد قصة اختفاء مأساوية، ولكن دي قصة بتعمل لنا نوع من أنواع التذكير أو الريمايندر، تذكير مرعب بيفكرنا بقد إيه الإنسان هش وضعيف جدا. إزاي أجازة يبقى فيها رحلة صيفية مبهجة مليانة ضحك ولعب ممكن تتحول في ثانية لفيلم رعب ملهوش نهاية. إزاي العقل البشري اللي هو أعظم آلة في الكون ممكن يعطل في لحظة ويتحول لأكبر سجن ممكن تعيش فيه، وأحيانا بيكون أخطر عليك من أي قاتل متسلسل. ففي النهاية تفتكروا لارس كان بيهرب من أوهام وخيالات جوه عقله المريض، ولا كان بيهرب من خطر حقيقي ودموي كان بيتنفس في ظهره وعاوز ينهي حياته؟ وهل ممكن زي ما بعض النظريات بتقول إنه اتخبط في راسه في الغابة وفقد الذاكرة ولسه عايش بهوية تانية كمتشرد في شوارع أوروبا ومش عارف هو مين ولا هو إيه أساسا؟ فأتمنى إن انتوا تشاركوني نظرياتكم تحت في التعليقات، لأن زي ما اتعودنا في قضايا الأرشيف أحيانا الحقيقة بتكون أغرب من أي خيال. وبس دي كانت حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف، أنا أحمد الغنيمي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وفولو أو سبسكرايب على يوتيوب أو أي بلاتفورم بتسمعوا عليها البودكاست دلوقتي، وممكن تعملوا شير للحلقة لو عجبتكم وحابين أصحابكم يسمعوها، ولو حابين تتواصلوا معايا هتلاقوا كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. وبس، كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم، وأتمنى إن انتوا تخشوا الجنة وأشوفكم في حلقة جديدة، وسلام.